معاكم في برنامج كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. كوبايه الشاي بقى وركز معايا عشان الحلقه دي مهمه جدا 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 جدا. كابتن محمود الخطيب ياخد قرار امبارح بعدم مشاركه الاهلي في بطوله كاس مصر، وده اصلا يرجع لسبب ان الموسم ده بدأ في شهر 9 اللي فات وهيخلص 17/8، وكولر قبل ما يسافر قال ان لازم اللعيبه تريح 3 اسابيع على الاقل قبل ما نبدا الموسم الجديد. لكن فوجئنا باتحاد الكره بيقول ان بطوله كاس مصر هتتلعب في الوقت ده وهتخلص يوم 31/8، ده بخلاف التوقف الدولي لمنتخب مصر. واحنا عارفين طبعا ان حسام حسن بياخد اللعيبه قبلها باسبوع، وده طبعا هيبقى فيه ارهاق جامد جدا على اللعيبه. فكولر قال ان لو اتلحم الموسمين في بعض بالكتير قوي اللعيبه هتيجي في شهر 11 او 12 هتتعرض لاصابات كتيره الفرقه، وانا داخل على بطولات مهمه جدا. فعشان كده كابتن محمود الخطيب قرر الانسحاب من بطوله كاس مصر. اما بالنسبه للعقوبات المتوقعه للاهلي هي دفع غرامه 1,000,000 جنيه وعدم مشاركته في بطوله كاس مصر السنه الجايه. وانا من وجهه نظري ان لو اتحاد الكوره نفذ القرار ده مش هيلاقي رعاه، لان الاهلي هو اللي بيقوي البطوله. فانتوا مع كابتن محمود الخطيب انه ينفذ القرار ده ولا لا؟ وشاركوني في الرأي. اما بقى بالنسبه للمنتخب المصري الاولمبي فانا احب اهنئ المنتخب المغربي بفوزه بالميداليه البرونزيه. لكن انا ليا تعليق بسيط كده، الناس اللي بتعلق هزيمه المنتخب المصري الاولمبي على النادي الاهلي ان موداش اللعيبه اللي موداش لعيبه الاهلي للمنتخب المصري، واللي كان من ضمنهم كابتن محمد الشناوي وكابتن محمد عبد المنعم وكابتن امام عاشور. فانا من وجهه نظري اصلا ان الفرقه اللي تبقى قايمه على لاعب او 2 أو 3 دي ما تبقاش فرقه متكامله اصلا. فاحنا يا جماعه كده عايزين نتناقش بالعقل. ايام المنتخب المصري في سنه 2010 لما كان ماسكه المدير الفني بوب برادلي، وكان ساعتها واخد من النادي الاهلي 8 لعيبه ومصر اتغلبت من غانا 6-1، وساعتها قلتوا ان الاهلي هو السبب ولاعيبته. وعشان كده بقى نفهم بعض كده بهدوء بدون عصبيه، وعشان كده نفهم بقى بعض بهدوء بدون عصبيه، لعيبه الاهلي بقى وحشه ولا حلوه؟ نوديها المنتخب ولا لا؟ في 2010 قلتوا لعيبه الاهلي هي اللي بتوقعت المنتخب، دلوقتي بتقولوا ان لعيبه الاهلي هي اللي وقعت المنتخب لانهم ما راحوش اصلا. فهم بقى دلوقتي لعيبه كويسين ولا وحشين؟ فاحنا نفهم بقى من كلامكم ده للاسف ان انتوا عايزين توقعوا الاهلي باي طريقه. واحب اقول لكم ان نصر الاهلي عمره ما هيقع. وبالمناسبه احب ابارك لنادي الاهلي بفوزه باصعب دوري رقم 44 بالقضيه ممكن لقفشه في الدقيقه بلس 95. واوعدكم اعمل لكم حلقه جامده جدا 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 في اهداف الاهلي في البلس 90 ولا عزاء للشامتين. وبالنسبه بقى للسبب الرئيسي في خساره المنتخب المصري الاولمبي، فالسبب اصلا يرجع للمدير الفني ميكالي في اختياره في القايمه من البدايه. ازاي؟ الراجل اصلا بيلعب ب4 دفاع وهو رايح يختار 5 بس في المركز ده. عشان كده لما احمد عيد اتصاب رجع محمد شحاته لنص الملعب باك يمين، ولما عمر فايد اتطرد نزل محمد طارق سيرد باك وهو اصلا بيلعب ارتكاز. زائد كمان ان هو عمل غلطه كبيره جدا 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 جدا. احمد نبيل كوكا اللي كان صداده 10/10 في وسط الملعب وبيقطع الكور وبيبني هجمات، لقينا ميكالي رجعه باك شمال وخرج كريم الدبيس ونزل احمد عاطف في وسط ملعب. دي النقطة التانية بقى ان هو اصلا بيلعب في 3 وسط ملعب، راح بقى ياخد 7 لعيبة في المركز ده وياخد 5 مدافعين بس وهو بيلعب ب4 دفاع. فانا عايزه اقول لكم يا جماعه ان يا ريت لما تيجوا تنقدوا نقد بناء، مش تجيبوا كل حاجه لعيب على الاهلي. وبالنسبه لامام عاشور اللي الناس عماله تصدعنا بيه وتقول هو فعلا زعلان انه جه الاهلي وما اعرفش ايه، فانا احب اوريكم ان هوريكم كده فيديو صغير لامام عاشور، فعلا هو الحزن فعلا مقطع قلبه. بالنسبه لكابتن محمد عبد المنعم والعرض اللي جاله من نادي نيس الفرنسي، انت عندك حق يا كابتن محمد انك يبقى ليك الحق انك تطلع وتحترف وتشوف مستقبلك بالشكل اللي انت عايزه، بس النصيحه مني لحضرتك ان انت لازم تخرج من راي من النادي الكبير من باب النادي الاهلي. ما ينفعش تسيب الاهلي والاهلي مش موفر سرد باك كبير زي حضرتك. فيا كابتن محمد ما ينفعش تسيب نادي الاهلي من غير ما يجيب سرد باك قوي زي حضرتك. واما بقى بالنسبه لكابتن محمود كهربا، اللي عايزه اقوله لك يا كابتن محمود ان احنا كاهلاويه بنحبك، بس لازم تعرف وتتاكد ان الاجانب ما عندهمش مشاعر. ايوه انت كنت شايل فعلا الاهلي في سنتين وال3 اللي فاتوا، بس لما كولر لقى وسام ابو علي وقدر يحرز له اهداف كتير فغصب عنه لازم يلعبه.
فانا نصيحه ليك يا كابتن كهربا، ركز في الملعب والتدريب، لان الاجانب ما يعرفوش المشاعر. وهنا ابقى خلصت كلامي وحلقتنا خلصت، واتمنى يكون الكلام عجبكم. ولو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب انزل اعمل دلوقتي حالا 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 حالا. وكان معكم كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. سلام.